السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل ترانزيشن باستخدام المات. وبالتالي احنا بنسميه اللي هو ترانزيشن مات، لان احنا هنستعمل اللوما مات في الترانزيشن. الترانزيشن بيكون ما بين اي اتنين سين، يعني على سبيل المثال اتنين فيديو مثلا او اتنين صور، بعمل ترانزيشن ما بينهم. فانا مبدئيا اول حاجه عندي مثلا على سبيل المثال الفيديو الاول اهو، مدته 6 ثواني، والفيديو التاني بيجي تحتيه على طول. فعملت اوفرلاب من الثانيه الرابعه للثانيه السادسه، يعني اوفرلاب مدته ثانيتين. الاوفرلاب ده هيتم من خلاله الترانزيشن. فطبعا عشان اعمل ترانزيشن باستخدام المات ممكن يعني بيبقى عندي عدد كبير جدا، او يعني افكار كتيره جدا ان انا اقدر اعمل بيها الترانزيشن. فاول حاجه هنعمل الترانزيشن الاول معانا، هنعمل نيو كومبوزيشن هنسميها باسم الترانزيشن على سبيل المثال اللي هو اللينير وايب. الترانزيشن طبعا عشان يحصل لازم يكون في انيميشن في الحركه نفسها. فالانيميشن او الحركه دي ممكن اعملها بكذا طريقه. الطريقه الاول ان انا بستخدم الشيب لاير واعمل له ريبيتر، استعمل الريبيتر مع الشيب لاير. الطريقه الثانيه ان انا بستعمل شيب لاير وبستعمل معاه افكت معين هو اللي هيديني الحركه. فالنهارده في الترانزيشن ده هنستعمل افكت اللي هو اللينير وايب. هنعمل نيو شيب لاير، دبل كليك، يبقى انا كده معايا الشيب لاير الاول. هننزل عليه الايفكت اللي هو لينير وايب، اغير الدرجه بتاعته ماينس 90 عشان انا عايز الحركه تيجي من الشمال لليمين. فهاجي اعمل الانجل ماينس 90. هعمل كي فريم عند الترانزيشن كومبليشن وابدا ب 100%. هروح للثانيه الاولى عندي واعمل كي فريم تاني واخلي الترانزيشن زيرو. لو جينا شفنا مع بعض الحركه هتلاقي الحركه عامله كده. يبقى ده اول شيب لاير عندي في الترانزيشن. هروح للكي فريم، اضغط على حرف اليو واعمل ايز اف 9. اروح للجراف اديتور، اخد الكي فريم التاني واحركه ناحيه الشمال، شيفت شمال عشان يدخل بسرعه اكبر وينتهي بسرعه ابطا، يعني زي ما احنا شايفين كده. ده كده معايا الشيب لاير الاول. طبعا عشان استعمل اللومه مات لازم بيبقى فيه عندي، او المات بشكل عام لازم يبقى فيه عندي هو اللومه مات بيشتغل على البرايتنس. يعني اللومه مات اللي هو اللومينيستي او البرايتنس هنرجع لها برضو واحنا شغالين دلوقتي. ده الشيب لاير الاولاني هعمل منه دوبليكيت. أربعة شيب لاير، اتنين تلاتة أربعة. هبتدي أغير في البرايتنس لكل شيب لاير على حدة. يعني هروح للشيب لاير الأول. الشيب لاير الأول أخلي مثلا البرايتنس بتاعته يعني نقول مثلا 30%. هروح للشيب لاير التاني، أخلي البرايتنس بتاعته 50%. الشيب لاير التالت البرايتنس 70%. الأول طبعًا 100% أبيض، لإن هو ده اللي عن طريق اللون الأبيض بيدّيني reveal كامل أو إظهار كامل للفيديو اللي تحت، اللي أنا هاظهره في الtransition. فلازم يكون عندي اللون الأبيض الbrightness 100% عشان يدّيني الفيديو كامل، إظهار كامل للفيديو. فهاروح أعلّم على ال4 وأضغط على الkey frame بتاعهم، ابتدي احركهم شويه. انا عايز مثلا الترانزيشن مدته ثانيتين، يعني انا عايز الترانزيشن مدته ثانيتين بالظبط. فبضغط على حرف الان على الكيبورد وبقول له تريم كوم تو ورك اريا. يبقى انا كده بخلي الكومبوزيشن بتاعتي مدتها ثانيتين اللي هي مده الترانزيشن. عايز اعمل انا ايه؟ طبعا هم الشيب لاير كلهم فوق بعض، زي ما احنا شايفين الشيب لاير كلهم فوق بعض. فبمشي 5 فريم مثلا هنا واخد اللاير التاني
الشيب لاير التاني وايه واحركه، اخد الشيب لاير التالت امشي برضو 5 فريم واحركه عن طريق اللي هو الليفت براكت، وكذلك امشي 5 فريم واحرك الشيب لاير الاخير. طيب انا كده عايز الترانزيشن ثانيتين، يعني انا عايز الترانزيشن مدته ثانيتين زي ما احنا عاملين. هاخد الاربعه كي فريم دول وهتحرك بيهم ايه للاخر، شيفت بالظبط. يبقى انا كده خلصت الترانزيشن الاولاني. خلينا نشوف الحركه عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده الترانزيشن طبعا في سموث في الحركه. ببتدي هنا ارجع اعمل على سبيل المثال خلينا نسيف برضو فايل سيف، نقول مثلا ترانزيشن مات 2. انا كده عملت الترانزيشن بتاعي كامل. كنترول اول يو، الترانزيشن بتاعي كده كامل. هروح للبروجكت وانزل بالكيف فين المين، واروح هنا للبروجكت وانزل باللينير واي بالترانزيشن بتاعي هنا فوق. هو مدته ثانيتين بروح بيه هنا عند بدايه الترانزيشن زي ما احنا شايفين. طبعا احنا لو عملنا زي كده هو مغطي طبعا ايه مغطي اللاير اللي تحت. فبعمل انا ايه، باجي عند اللاير اللي هي اللي تحتيه مباشره، بقول له اعمل لي تراك مات لللاير ده، يعني يبقى هو ده المات بتاعي بتاع اللاير ده. بس هنا اللي هيحصل لو احنا شفنا انا عملت ايه هنا، هو دلوقتي طبعا اللاير هيتم اظهاره الريفيل عن طريق المات. هنا انا عايز اقول له انفيرس. انفيرس يعني ايه انفيرس مات؟ يعني ايه انفيرس؟ يعني بدل ما هو يظهر له ريفيل يبتدي ان ريفيل، يعني يختفي اللاير، هتبتدي تختفي معايا خالص. بناء على ايه؟ بناء على المات. اول ما المات يظهر معايا هتبتدي اللاير هتبتدي تختفي ويظهر اللاير اللي تحت. بس في حاجه مهمه جدا، انا ما استفدتش من البرايتنس. يعني انا ما استفدتش من البرايتنس اللي انا عملته في الترانزيشن. فبستعمل بدل ما استعمل الالفا مات بستعمل اللوما مات. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل هنا لما بستعمل اللوما مات، بيبتدي يحصل لي ريفيل بناء على درجة البرايتنس بتاعتي. هتلاقي هنا على سبيل المثال الريفيل هنا عشان انا مستخدم اللاير ده 30% برايتنس اقل، هنا 50% بدأ يظهر لي الطبقة اللي تحت بشكل أكبر. الطبقة اللي هنا 70% الطبقة اللي تحت بتظهر بشكل أكبر. اللي هنا بقى الطبقة الشيب لاير الأخير اللي هو كان أبيض بيظهر بشكل كامل، وهينتهي بالأبيض بحيث يظهر لي إيه اللاير اللي تحت. يبقى دي فايدة استعمال اللومامات، بيديني حسب البرايتنس بيديني تدرج ممتاز جدا في الترانزيشن. وفي نفس الوقت انا بستعمل الانفرس عشان انا عايز مش عايز ريفيل، انا عايز ان ريفيل. يعني انا عايز اخفي اللاير اللي تحت، مش اظهر اللاير اللي تحت، انا عايز اخفيه. فده كده معانا اول ترانزيشن اللي احنا سميناه اللينير واير. هنعمل بقى ترانزيشن تاني عن طريق الشيب، ونروح هنا نعمل نيو كومبوزيشن ونسميه مثلا الارو، اللي هو الارومات. ده كومبوزيشن جديد. في عندي هنا بعمل شيب لاير، بس الشيب لاير هنا يا جماعة لازم أنا يكون بزير شيب لاير. يعني إيه؟ خلينا نروح هنا نعمل شيب لاير. أنا لازم أعلم هنا على إيه بزير شيب لاير عشان عايز أضيف نقط فيرتكس، عايز أضيف فيرتكس. فهرجع هنا لل للشيب بتاعي ونختار مثلا نعمل ريكتانجل. خلينا نصغر شوية الشاشة دي ونعمل ايه ريكتانجل زي كده. هديله فيل باللون الابيض. تمام. لو احنا كبرنا انت تقدر تتحكم بقى في الشكل بتاع الشيب زي ما انت عايز اهو. مثلا وليكن ده يعتبر ايه حجم كويس للشيب لاير.
انا عايز اعمل ريبيتر، بس عايز احول الشيب لاير ده لارو، عايز احول لارو. فاول حاجه اخلي الانكور بوينت في النص. عشان اخلي الانكور بوينت في نص الشيب بعمل كنترول الت هوم، كنترول الت هوم. بعد كده بعمل ايه، عايز اخلي الارو الاتجاه بتاعه في النص بالظبط بتاع السكرين. فبعمل رولر كنترول ار. السكرين عندي الهاي 1080، يبقى النص بالظبط 540. فبنزل هنا بستعين بالانفو. الانفو بيديني بالظبط فين انا واقف، يعني بيديني الواي، انا عايز اقف عند ال 540. اه هي طبعا عايزه ظبطيه معينه، المهم تيجي تقف انت عند ال 540 وتعمل ايه بقى، نمسك نكبر شويه. يعني عايز ظبط شويه، معلش لا متعب، بس هتظبط معاك مع المحاوله. فاحنا هنعمل ايه، انا عايز هنا اعمل اوسطن برضو الشيب لاير، وابتدي اعمل نقط فيرتكس في الاول هنا اهو، فيرتكس هنا، واعمل نقطة تانية هنا. طبعا هو النقط بتيجي على المسار، على الباث، يعني ما تقلقش ان هي تتعمل جوه الشيب نفسه. فباجي انا اقف هنا اهو، برضو خلينا في نفس سوى الخط اللي هو 539، واعمل نقطة تانية. بروح هنا للسليكشن تول، اعلم عليهم شيفت، امشي زي ما احنا شايفين كده اهو. كده يعتبر الشيب شغال معايا. الشيب كده اتعمل معايا. اطلع بيه لبره وابتدي اعمل اد ريبيتر. هنعمل ريبيتر، نروح للريبيتر. الكوبي مثلا نخليها على سبيل المثال، بيعتمد على حسب السايز بتاع الشيب بتاعك. بروح للترانسفورم ريبيتر، ببتدي احرك البوزيشن اللي هي المسافه ما بين كل شيب والتاني في الريبيتر. ابتدي احرك البوزيشن زي كده. ممكن اقلل العدد شويه، اخليه 8. ازود البوزيشن زي كده. يبقى انا كده خلصت الترانزيشن اللي انا هعمل انيميشن بقى. عشان انا ابتدي اعمل انيميشن زي ما احنا عملنا قبل كده، باجي هنا اقف عند الثانيه الثانيه اللي هي نهايه الترانزيشن بتاعي، واروح للريبيتر، اروح للكوبي، اعمل كي فريم، ارجع للثانيه زيرو، هعمل كي فريم تاني واخلي زيرو، العدد زيرو. نعمل رن للحركه تلاقيها عامله كده. شايفين عامله ازاي؟ برضو اعمل اديلها ايز اف 9. يبقى انا كده خلصت الانيميشن بتاع الترانزيشن ده. تعال نروح نشوف المين وننزل بالانيميشن ده. في الحاله لو انت عايز تعمل استبدال بتعمل ايه، بتضغط على اللاير اللي فوق اللي انت عايز تنزل بيها، بتضغط على اللاير اللي هنا في التايم لاين، وبتضغط على الالت وبتنزل بيها هنا، بيحصل استبدال، بتنزل في نفس المكان بالظبط زي ما احنا شايفين. نبتدي نشغل الفيديو، شوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين ايه اللي حصل، ان الشيب اشتغلت اهي. بس ادت لنا ايه بقى، جزء من الفيديو اللي تحت، ما ادتلناش الفيديو اللي تحت كله. ليه؟ لان في الجزء اللي هنا ده مش متغطي. يعني الجزء اللي هنا ده لو رحنا للارومات مش متغطي. يعني انا عملت انيميشن بس للشيب. طب ما انا لازم يبقى الترانزيشن كله، طالما بستعمل المات يبقى لازم يكون السكرين كله ابيض. فبعمل ايه بقى، بعمل كي فريم تاني على على الستروك. بروح على الريكتانجل الستروك، على الستروك ويتس. ببدأ هنا من الزيرو، باخد
وليكن مثلا الستروك هنا 0. بروح هنا عند الثانية 2 اللي هي نهاية الترانزيشن، وببتدي أزود في الستروك بتاعي بحيث إن أنا أغطي الشاشة كاملة. بس زي ما احنا شايفين هتلاقي ان في جزء هنا يعني بيحتاج مني ازود الستروك بدرجة كبيرة عشان يغطي. فممكن ان انا ابتدي اغير في الريبيتر اللي هو البوزيشن بتاع الريبيتر، ابتدي اكبره شوية زي كده. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل اهو. شايفين ممكن اصغر برضو البوزيشن شوية بصراحة. ارجع تاني. البوزيشن كبير، نقول 200 مثلا. لا البوزيشن نكبره شوية اهو. اوكي، ارجع تاني على الستروك. ستروك ويتس اهو. ماشي، نبدأ نحرك تاني الانيميشن اهو كده. خلاص معانا الترانزيشن. خلينا نجرب هنا على المين كومبوزيشن زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا ممكن ان احنا نبتدي نضيف عليه شوية تحسينات يعني زي ما احنا شايفين اهو. ممكن نعمل احنا نرجع تاني، هنعمل شيب لاير تاني بنفس اللي عملناه في اللينير وايب. هنعمل شيب لاير تاني. بس انا في حاجه هنا برضو عايز اعدلها، اخلي الكي فريم الخاص بالستروك يبدا متاخر شويه. يعني اروح هنا لليو، اضغط حرف اليو، ستروك ويتس، هشفت شويه اخليه يبدا من الثانيه الاولى عشان هو بيقفل معايا بدري قوي. فانا ببتدي باخد الحركه دي، باخد الكي فريم ده وبمشي بيه من هنا كده. خلينا نشوف. شايفين بقى في سموثنس في الحركه. يبقى الترينجل فاضل ظاهر معايا لجزء كبير يعني من الوقت. فارجع للمين واجرب زي ما احنا شايفين. طبعا احنا هنا لو عملنا الفا او لوما مش هيحصل فرق، يعني هتلاقي نفس الترانزيشن بالظبط. احنا ما استفدناش من اللوما لان ما اشتغلناش على البرايتنس زي ما احنا شايفين. طب انا ازاي بقى استفيد من اللوما؟ يبقى لازم انا اغير في البرايتنس واعمل دوبليكيت للشيب ده. خليني ارجع تاني هنا واعمل كنترول دي، اعمل شيب تاني. الشيب ده خليني اغير في الفيل بتاعه. خليني اغير في الفيل بتاعه واديله مثلا زي كده. وكمان مش بس، كمان حتى الستروك نفسه اقدر ان انا اغير في الستروك. خليني اخفي الاولاني ده خالص اهو. شايفين ايه اللي طلع بصح عملنا كل التغير في البرايتنس ده بيديني يعني ترانزيشن بيبقى شكله احترافي اكتر يعني. فده اللي هو الاولاني. التاني احنا طبعا خلينا عايزين نقفل الكومبوزيشن برضه. انا وصلت عند الاثنين، خليني اضغط على الان، رايت كليك، اقول له تريم كومبوزيشن تو ورك اريا. انا كده عندي الشيب التاني وعندي الشيب اللي هو حتى الشيب التاني برضو اللي هيديني الريفيل هو الستروك يا جماعه. يعني هو الستروك هو اللي هيقفل معايا. فالستروك هسيبه ابيض، بس ممكن ان انا الفيل اغير في البرايتنس بتاعه زي كده. وعايز اعمل بقى، اغير ما بينهم. يعني لازم اغير برضو في التوقيت يعني. هاجي عند 5 فريم. بس خليني ارجع اشوف اليو، لان مش عايز ادخل باللاير الكي فريم هتروح معايا. فممكن انا اخد اللي هم الكي فريم دول، اخش بيهم شويه. تمام. وارحل هنا امشي 5 فريم، وارحل الشيب لاير اللي فوق ده. تمام. وارجع بدول تاني للثانيه التانيه. ارجع بيهم لهنا كده. فين بقى اللي هيحصل عندي اهو. هيمشي هنا كده
بس فين الستروك؟ ده الخاص بالستروك ويتس، ده الخاص الكوبي. كوبي مش هلعب فيها، انا عايز الستروك ويتس هنا اهو، اللون الابيض. زود، انا ايه زودت الستروك عشان اقفل الشكل ويديني ريفيل كامل. خلينا نجرب كده مع بعض. نرجع تاني للمين. شايفين ايه اللي حصل؟ انا عايز اغير برضو الفيديو اللي تحت عشان هو يعني نفس انا عايز اغير شوية، اعمل اختلاف في الفيديو عشان يبين البرايتنس. فخليني ارجع افتح مثلا هنا البروجيكتس، اروح اخد فيديو مثلا لونه مختلف شوية، وليكن الفيديو ده. تمام، برضو زي ما احنا عملنا بالظبط، اضغط على الت على الاخير، واخد ده معايا وانزل بيه هنا، هينزل في نفس المكان. الت، هينزل في نفس المكان. فزي ما احنا شايفين، خلينا نبدأ تاني مرة تانية. شايفين في يعني الحركة، في اختلاف في البرايتنس هنا، شايف في الترانزيشن نفسه في اختلاف في البرايتنس، في سموثنس في الحركة، فبيبقى الشكل احترافي اكتر. وبكده احنا نكون عملنا اللينير الوايب الاول، وعملنا التاني اللي هو باستخدام الارو. هناخد برضو معانا نعمل ترانزيشن جديد، هيبقى لينير وايب بس هيبقى مختلف شوية، هنسميه لينير وايب 2. لينير وايب 2 هنعمل برضو نستعمل فيه نفس اللينير وايب. هناخد شيب لاير، نعمل نيو شيب لاير، دبل كليك. مش مهم اللون دلوقتي. انا عايز ايه، انا هطبق عليه اللينير وايب، بس هخلي الزاويه بتاعته مثلا ماينس 135. وانت هنعرف ليه دلوقتي احنا عملنا ماينس 135. هنمشي للدقيقه اللي هي الاولى، وابتدي اعمل كي فريم على الترانزيشن كومبريشن، بس هخليه 50% بس، 50% بس، واجي عند في البدايه خالص وخلي الترانزيشن كومبريشن 100%. اعمل سيف، اعمل رن زي ما احنا شايفين كده. هروح لليو واعمل ايز اف 9، واعمل برضو جراف اديتور، هزود سرعه الدخول معايا. لو رجعنا تاني، الشكل عمل كده. هرجع برضو تاني اعمل دوبليكيت للشيب لاير ده، وهمشي كي فريم. يعني ايه، انا عايز برضو امشي 5 كي فريم عندي هنا. همشي 5 كي فريم واعمل شيفت، احرك ده اللي هو الشيب لاير ده، واديله لون تاني برضو. يعني انا عايز ايه، اغير البرايتنس بتاعه، خليني اغمقها شويه عن الشيب لاير الاول. خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. شايفين ايه اللي بيحصل اهو. ارجع لليو، شايفين ايه اللي بيحصل. بيحصل هنا كده زي اسمه ترانزيشن ما بين الشيب لاير ده والشيب لاير ده. خلاص، يبقى انا كده معايا ده الانيميشن الاساسي، معايا ده الانيميشن الاساسي بتاعي. بعلم على الشيب لاير الاول والشيب لاير الثاني، واعمل كنترول شيفت سي، كنترول شيفت سي عشان اعمل بري كومبوز. لان انا بدل ما انا اكررهم اكتر من مره، ممكن اخدهم كلهم في كومبوزيشن لوحده، فهسميه مثلا انيميشن سنجل. اخدته هنا الانيميشن الاولاني، هعمل دوبليكيت واروح عند الروتيشن واعمل روتيشن 180 درجه. خلينا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل زي كده. كده ممتاز جدا جدا، الشكل ممتاز. طبعا البرايتنس هنا مش 100%، فبالتالي لو طبقت الترانزيشن مش هيظهر كامل اللاير اللي تحت. خليني اروح برضو للثانيه الثانيه عندي هنا، الثانيه الثانيه
واعمل ان، وخليني اعمل ترميم الكومبوزيشن عند ثانيتين، اعمل سيف، خليني اشغل، هرجع للمين كومبوزيشن بتاعي البروجكت، انزل بالايه باللي هو اللينير وايب 2، اعلم على الارومات الت، انزل بلينير وايب 2. شايفين ايه اللي حصل هنا؟ خلينا نشغل. طبعا اللاير اللي تحت ما ظهرتش بالكامل لان البرايتنس مش 100%، فيبقى انا لازم اعمل حاجه تديني برايتنس 100% في نهايه الترانزيشن. فبعمل ايه؟ بعمل نيو شيب لاير، بديله اللون الابيض، مش عايز ستروك عندي هنا، انا مش عايز ستروك، دبل كليك اهو. عايز اعمل له روتيشن، هروح للار اعمل له روتيشن واقول 45 درجه زي كده. ممكن ايه اروح للسكيل بتاعه واكبر شويه اللي هو الاكس عشان يغطي الشاشه كامله، وابتدي اعمل بقى انيميشن من ايه، من الثانيه مثلا على سبيل المثال الثانيه الاولى او قبل الثانيه الاولى بشويه، هروح اعمل الانيميشن في السكيل على الواي اكسس، على الواي يعني ابدا بزيرو واروح للثانيه الثانيه الاخيره واخليه 100%. اعلم على الاثنين كي فريم واديلهم اف 9 جراف اديتور، وبرضه انزل زي كده. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الحاله دي. اه طبعا انا هروح هنا للكي فريم التاني الاخير ده، ابتدي بقى انا عايز اكبر يغطي الشاشه كامله زي ما احنا شايفين. نشغل مره تانيه، ارجع للمين هنا وابدا اعمل. شايفين ايه اللي حصل؟ يبقى كده انا استفدت من اللوما مات هنا ان هو اداني تدرج في الترانزيشن حسب البرايتنس. زي ما احنا شايفين كل ما البرايتنس بيختلف الريفيل للطبقه اللي تحت بيظهر اقل بدرجه اقل حسب البرايتنس، لحد ما بتبقى البرايتنس 100% بيظهر الفيديو اللي تحت اللي هو الكوره بشكل 100%. وبكده نكون خلصنا النهارده، واتمنى ان شاء الله يكون المعلومات مفيده، وشكرا جزيلا. سلام عليكم.